انتوا عارفين ان الفول ده ما خدش مني غير 3 ساعات بس؟ والله 3 ساعات. تعالي بقى اقولك، لو انت من عشاق الفول المدمس او نفسك في طبق فول تعمليه ينسيكي اي فول كلتيه بره. وكمان هقولك تريكات عشان الفول يستوي معاكي بسرعه. هاتوا بقى كيلو فول من فول التدميس، وبتبقى الحبايه بالشكل ده. وعايزه اقول لكم كمان الحله تكون مقاس الفول وما تكونش واسعه عليها قوي. تعالوا بقى نقول اول تريكايه، وهي لازم نغسل الفول كويس جدا وننقعه لمده 8 ساعات ل 12 ساعة. تلاقوا الحباية معاكوا نفشت بالشكل ده وكبرت كمان. التركاية التانية بقى اللي هتخلي القوام معاكي كريمي وكمان اللون بتاعه فاتح، انزلي بربع كيلو من الفول المدشوش وكمان ربع كيلو من العدس الاصفر، ويكونوا طبعا مغسولين كويس. بعدين نغطي الفول بتاعنا بالمية حوالي 2 ل 3 سنتي فوق مستوى الفول. ونسيت اقول لكم التركاية دي ان انتوا تغطوا الحلة كويس عشان الفول ما يسودش معاكي. هنحطه بقى على نار عالية في البداية، واول لما يغلي هنهدي عليه النار يبقى زي الشمعة بالظبط. هيقعد معاكم من 3 ل 4 ساعات بالكتير قوي. كل نص ساعة او ساعة بصوا على الفول، لو عايز يتزود مية وتحطوا طبعا مية مغلية. شايفين الفول عامل زي الزبدة ازاي؟ هعمل لكم بقى احلى طاسة فول للسحور، بجد هتدمنوها. انزلوا بقى بشوية زيت وعليهم فصين توم مهروسين وشوحوهم كده شوية. اول لما يصفروا معاكي انزلي عليهم بطماطمتين مبشورين، واول بقى ما يتسبكوا معانا انزلي بالفول الزبدة بتاعنا اللي احنا عملناه. قلبوهم بقى تقلبتين كده، وانا طبعا بحب الفول مهروس زي بقى ما انتوا حابين، عايزين تسيبوها سليمة او تهرسوها. انزلوا عليها بقى بعصرة الليمون وكمان التوابل، ملح وكمون وشوية كزبرة بسيطة. قلبوهم بقى تقلبتين وانزلوا عليهم بشوية الطحينة في الآخر وكمان شوية زيت حار. الزيت الحار ده يا جماعة هو زيت بذور الكتان. وكلوا لقمة بقى كده وادعولي. وكالعادة يا سادة ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل اللي زي قلبكم.